والله ما عرفتش الاخوان علاش حتى كينعسوا الدار عاد كترشق ليا نصور لكم شي فيديو. المهم كما عارفين الاخوان مالي الدار ملي كيكونوا ناعسين كنحاولوا ندويو بصوت منخفض وكنقرب ليا المايك باش تسمعوني مزيان. واش مخربقين معكم خوكم مخربق فيديو مخربق. اليوم الدراري والدريات عندنا فيديو جديد ندخلوا نتفرجوا فيديوهات. كان شي حاجه كضحك غادي نضحكوا عليها، كان شي حاجه خاصها تناقش غادي نناقشوها، وهذا هو الكونسيبت ديال الشين. اذا عجبكم الفيديو ما تنساوش تضربوا واحد لايك سبسكرايب، ما تنساوش دوزو عند الانستغرام تما كنبارطاجي معكم ستوريات، كنبارطاجي معكم ريلات. مرحبا بكم الاخوه ومرحبا بالناس الجداد اللي تابوناو معنا في هذه الاونه الاخيره، راكم في القلب. والناس اللي كيتعصبوا علينا في كومونتيرات تكايسوا على ريوسكم، حنا راه كنديروا فيديوهات للمتعه وللضحك، يعني ما تبقاش تاخذ الامور كلها بجديه، وخاصك تحترم الاراء ديال الناس. احترم لي الراي ديالي كما نحترم ليك الراي ديالك، وما كاينش لاش تبقى تعصب في كومونتير وتسب وفهمتيني ودير المشاكل، حيت في الاخير كتبقى هذه الحياه وكل واحد وكيفاش كيفكر وكل واحد وكيفاش كيعيش حياته وكل واحد وكيفاش كيشوف الامور. نحاولوا هذا الفيديو هذا نوصلوا لواحد 1000 لايك، ضربوا معكم شي كومونتير زوين بحال الوجه ديالكم. ما نطولش عليكم نبداو. طول بال يجي شي واحد يقول لكم قراو لي شي حاجه ما تقراوش لي، عرفتي؟ دابا الله اعلم كون قرات داكشي شنو كان غادي يوقع، ولكن ردوا البال. السماوي هذا ماشي مغربي هذا سينيغالي. جالسين دابا في الطوموبيل افريقي جبد ورقه قال لي واش كتهضري العربيه، قلت ليه اييه، قال لي نعطيك هذه الورقه قرايها ليا، قلت ليه لا ديزولي جو نبارل با بلي زوم، وقنتها عرفتي رجليا بداو كيترعدوا داكشي باش قلت لك جلسي ما تخلعات. انا كنشوفها ماشي تخلعت، حسيت بشي حاجه في رجليا وبديت كنقرا الاذكار، قلت لك ما تخرجيش من الطوموبيل، قالت لي ما تخرجيش وسدي عليك، وعرفتي كنشوف الدريه هربات. او ماي جاد اصاحبي اش هذا البلان بعدا ديال السماوي؟ انا ما عمري فهمت الكونسيبت ديالو. انا اللي عارف على السماوي شنو هو واحد الانسان كيجي كيدير لك طالاميس وكذا وكيدير لك رزق. مثلا كيجي هذا اللي يدير لك اللي غادي يدير لك هذا السماوي ولا شي حاجه، كيبقى عليك بالهضره وكيبقى فهمتيني يشدك بشي موضوع ولا شي حاجه، كيصدق شاري من عندك شي حاجه، كيعطيك مثلا هو 100 درهم باش يتخلص من عندك، كتصدق رد له الصرف اكثر من ديك 100 درهم، شي 200 ولا 300 ولا شي حاجه. المهم هذا البلان هذا الصراحه ما عمري طحت فيه وهي كنسمع به فهمتيني. اللي فيطرى لي هذا البلان يبارطاجي معنا في كومونتيرات. 80 هنديه الواقع الى اليوم الاخر ليا معكم نقدر نكملها. بسم الله. حلوه شوفوا الكرموسه قداش عكوريه. قاصحه. اوه ماي جاد. دابا راه المشكل ماشي في انه كيفاش دخلها لفمو كيفاش ياكل مثلا 80. ساهل انك تاكل 80، هي صعيبه ولكن راه ايزي انك تدخلها مقارنه مع كيفاش دير تخرجها. كيفاش 80 هنديه دير تخرج. شوف انا علاش كندوي لكم دابا، علاش كنقول لكم هذا البلان، حيت اصلا عندي واحد التجربه مدمره مع هاد الهنديه هذه. حنا كنقولوا لها الهنديه كل واحد شنو كيقول لها فهمتيني. عندي واحد ستوري صايم خطيره زعما شي نهار تفتح لي القلب ديالي وبغيت نبارطاجي. غندوزها بدانون. الكرموس بالعسل. الكرموس. شوف هذا الانسان هذا امبوسيبل تكون عنده كرش طبيعيه، حيت لا يمكن. تبارك الله كيطلع ليا في الريلات ما يمكنش كيدير القصه. واخا يقدر مثلا يكون كيكتب شي شويه مثلا تيقطع ولكن كياكل. راه هي ديك الشيء اللي كياكلو اخويا انا بعدا ما نقدش ليه والله ما نقد عليها. شوف انا عمري بغيت نشوفك، طال صبري طالت عليا غيبتك، اللي بغيتيها ندير لك انا خاطرك، ويا عمري يا عمري شوف انا عمري بغيت نشوفك، طال صبري طالت عليا غيبتك، بغيتيها ندير لك انا خاطرك. واش هادي مرتو ميته تيحزن عليها بحال هكا ولا كيفاه؟ شوف هي راه ما غاديش نلومو حيت دابا كل واحد وكيفاش كيعبر على الحزن ديالو في هذه الحياه، ولكن يستحسن زعما بدل لو انك ما ديرش على هذا الفيديو ولكن واخا هكا كاينه شي حاجه ماشي نورمال في هذا الفيديو، حيت يستحسن انك مثلا تقرا عليها قران العباس فهمتيني، تدعي لها بالرحمه والمغفره، خير ما انك دير هذا الفيديو هكا وفهمتيني وتخلي بنادم سوي يدوي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا ورحمه الله. نعم كنا في رئاسة البلدية وبعدها مدير ثانوية، والآن الحمد لله والفضل لله جميعا ولشعب الجزائر الرائع الطيب، ولا سيما شعب ميلا الكريم المعطاء على ثقتهم وإصرارهم على أن تكون الأستاذة زهية بنقارة في قبة البرلمان.
من هنا أبرق لهم بالتحية أكيد ولشعب الجزائر كله. الذي أريد أن أقوله نعم الحمل ثقولة أكثر. هذا راه مراه الشريف، انا راه صحابي راجلك. وأصبح عظيما، إذ نحن نشرع لمن؟ نشرع للجزائر. والجزائر من هي الجزائر؟ هذا البلد الذي صنع التميز في كل شيء، ولا سيما في الحرية والكرامة والعزة والقوة، وباق إلى اليوم يشهد. دابا شوف عمر، هي لا كانت مرأة ربما الهرمون الذكوري عندها طالع، فهمتيني؟ داكشي باش هي كتبان بحال هكا ولا شي حاجه. غريب هذا البلان هذا، غريب. الدار خاويه والراجل والوليدات معروضين. نط نصايب ليا واحد الطاكوس يلا نسد بيه شويه الجوع، حيت صراحه بوحدي في الدار ما كتكونش عندي الشهيه. هذاك اختي، هذاك طاكوس راه تسدي به التقابي ماشي الجوع اختي، هذا راه ما يمكنش. هذا دابا يلا عادي يسد لها شويه الجوع، على اساس شنو خاصك تاكلي باش تشبعي؟ اوه ماي جاد اخويا، ما عرفتش هاد الناس كيديروا لهاد الكميات الماكله صاحبي. راه كنضرب غير شويه في طاكوس صاحبي كنتسد، الا ما كانش فيه الجوع نيت الجوع والله ما تنكمل طاكوس صاحبي. غريبه صاحبي هاد الناس تبارك الله صاحبي ما كيريتيوش. غني ليا يا وداك الرامي بصوتك. اوكي يا خسي، هذا ماشي غنى، هذا راه ماشي حاجه اخرى، داك شغل من الغنى. واش كتغني ولا كتحضري شي جن؟ وكي الغلط ماشي ديالك. من هذا اللي يبيعك العجل يبارك عليك غني ليا انا ولا فراجيل. ما خليتيهاش اصلا تبدا صاحبي السيده، خليها على الاقل تبدا عاد ديك الساعه دوز حكم عليها فهمتيني. انت ما خليتيهاش كاع تعبر على الموهبه ديالها صح. انا بعدا منو والله تنخليها تعبر على الموهبه ديالها عادي، واخا ما تكونش عندها موهبه، المهم نخليها تعبر. هاد البنت اتخذت واحد القرار واللي ندمات عليه. هاد الام سميتها احلام، وبسبب الاقدار قدرت انها تنتقل لكوريا وتزوجات بواحد الراجل اللي كيبغيها وكتبغيه، والحمد لله قدروا انهم يتفاهموا ولاو عايشين حياتهم بشكل عادي. والاهم من هادشي وهو انه ربي رزقها بالولاد. ولكن هاد الفرحه ما كملاش، حيت هاد البنت نهار مشات لكوريا تخلت على اعز انسانه في الحياه ديالها واللي هي الام ديالها. واخا هكاك ما كتقدرش تفرط فيها ودائما كتزورها باش تنسيها في الالم ديال الفراق، والحمد لله على كل حال. مازال كنتسنى هذا القرار اللي اتخذت وندمات عليه. ما تذكرش في هذا الفيديو هذا السيده عادي لقات رزقها في واحد البلاد اخرى، تعرفت على انسان من واحد البلاد اخرى، كونات مع عائله وكذا، الله يسخر ليها الامور. فين هو المشكل هنا؟ عادي راه انك كتكون عايش مع عائلتك وكتمشي مثلا تغرب ولا شي حاجه، هذا راه امر شويه صعيب فهمتيني، حيت ماشي بحال بلادك وكتكون انت مثلا براني على ديك البلاد والثقافه وكذا. وخصوصا هي مشات لواحد البلاد اللي نورمال شويه سادين على ريوسهم، حيت دوك الناس عاد بداو تينفتحوا شويه على العالم. يعني عادي السيده لقات رزقها تماك، الله يسهل ليها الامور. المهم انا غادي نقولها، واللي بغى يتقلق مني يتقلق، واللي مستعد هو يتقلق غايزيد يتقلق، واللي باغي بلوكيني ولا يحيد متابعه يحيدها. راه ما كنديروش بحال هكا في الكار. اللي مريض الله يشافيه عنده اعذار، ولكن ماشي بهذه الطريقه وسمحوا لي، حيت ما يمكنش غادي توليو تشرعنوا بحال هاد اللعيبات. هذا ما كان، راه ماشي غنكذب وننافق، هادشي اللي كاين، هاد اللعيبه ما كدارش. صافي السلام عليكم. يلا حايد نيش انا عرفتي طلع الكاره صاحبي تحيد السبردي، ما تلبسش ديك السبردي. لا انت اخويا عندك شي مشكل في رجليك ما كتقدش عليها. طلع اخويا الكار بصنداله، منين تنزل من الكار لبس اخويا سبرديله. مالك اصاحبي؟ كاين واحد النوع خطير اصاحبي، كتجلس في قهوه سبرديله براسو تيحيد. هذا مازال القهوه واحد المكان مفتوح تقدروا ندوزوه. كار صاحبي وكار والزمت والنفس ما ماي جاد صاحبي. الا كنتي من هذا النوع اخاي حاول تقاد امورك بالرجل ودير لينا الرجلين. لا بلاتي ما نقدرش نقولها. دير لينا هذيك اللي كتكون اللور قصيبه. ودير لي نايس كونتنت زوين عند سترات يا صاحبي، جميل كيعجبوني بحال هاد الانواع ديال الكونتنت. شي نهار الا تلقاونا الاخوان في الشيء الاولى كندير لكم بحال هادشي وكذا. راه ماشي مساله ما كنبغيوش نديروا هادشي، مساله هادشي مكلف شويه فهمتي، خصك شويه د الماده، خصك تانفيستي فهمتي. دابا شحال من واحد كيقول لكم انتم كديروا غير الرياكسيون وانتم كتبغي. خويا الله يرضي عليك، حنا واحد الناس راه خصنا فلوس باش اننا نديروا كونتنت. راه الكونتنت ما كيتولدش هي هكاك، الكونتنت خاصو الماده باش يحضر الكونتنت. ما كايناش الماده ما كاينش الكونتنت. يعني دابا حنا كنخدموا على الماده باش نجيبوا الكونتنت فهمتي.
المشكله شوف، نصيحه لك اخي العزيز، انت واحد الانسان منين تبغي تسلم ما عمرك تمد يدك انت الاول اصاحبي. راه كاينه انسان اللي ما كتسلمش، فهمتيني؟ يعني خلي دائما ديك البادره تجي من داك الاخر. وقف دوي السلام عليكم، مدلك شي واحد يدي سلم عليه، ما مدلك شكون اصاحبي. انا طرالي هذا البلان، كنت كنسلم بحال هكا، وصلت عند واحد الانسانه هي كانت مرقبه، مديت ليها يدي، بقيت شي 30 ثانيه وانا ما ديتي واحد شويه وانا شفت في راسي بحال هكا، قلبت على الضحك، خدمنا واحد شويه الكلون زعما باش يبان امر عادي وكذا. اما راه تحرشت باش ما نكذبش عليك، ومن تماك خديت هذا القرار في حياتي، ما عمري نعاود نمد يدي الا ما مدليش شي واحد يدي. ابنتي شحال من مره قلت لك الجمال نعمه ولكن ماشي هو كل شيء. علاش كتقولي هاد الكلام دابا؟ شوفي الناس كيفاش كيشوفوك اليوم كيحماقوا عليك، غادي يبقاو ديما يحماقوا. الزهر ما كيبقاش ديما، اللي كيبقى هو الانسان اللي كيكون حداك. ابنتي الجمال ما كيبقاش ديما. انا ما كنفكرش في هاد الشيء. فكري في المستقبل، اذا جاك ولد الناس المناسب ما تضيعوش. انا حره وما محتاجاش راجل. شفتي ماما؟ الناس كاملين كيشوفوا فيا. الاعجاب حاجه والاستقرار حاجه اخرى. بغيت نشوفك فرحانه مع راجل كيقدرك. السعاده ديالي ما مرتبطه بحتى واحد. وهي صراحه كاينين بزاف ديال البروفيلات ديال البنات بحال هكا، فهمتيني، عندهم نفس هذا الفكره هذا، والله يديهم الصراحه. شوف ما هو المغزى من الحياه. شوف ملي كتوصل انت مثلا لواحد السن معين، كيكون ما عندك لا اولاد، ما مستقر مع شي انسان، ولا انت ما مستقراش مع واحد الانسان، راك ما كتعيش، ماشي ما كتعيش مرتاح، ولكن ربما دائما كتكون واحد الانسان تائه في الحياه، يعني عايش باش تعيش وصافي. اما ملي كتكون مثلا عندك واحد الاسره، مكون واحد العائله، عندك واحد الناس كتخاف عليهم، ماشي هي ملي كتكون بوحدك. والله الوحدانيه راه صعيبه، الوحدانيه خايبه صاحبي، حيت شحال يقدك تصور، وشحال يقدك تلبس اللي بغيتي، وشحال يقدك تخرج وتسمع الهضره الزوينه من عند هذا وهذا وهذا، ولكن في الاخير شنو؟ راه الانسان كيكبر، الانسان خاصو يدير الخلف، ولكن دائما كنرجعوا كنقولوا كل واحد كيشوف الحياه، فهمتيني؟ ماما هذا اللي غيجي يخطبني شنو غنطلبوا منه؟ الا قبل بك بنيتي نطلبوه يسامحنا دنيا واخره. وهي راه فعلا صابر، شحال من واحد مسكين كيمشي يبغي يتزوج ومن فوق ما ان بنته ما تسواش، ماشي زعما ما تسواش، ماشي لا، كتلقى بنتهم فهمتيني عطاشه وكيزيدوا يتشرطوا عليه، ويحمدوا الله حيت داك الانسان جاي يهنيكم من داك البريكو اللي عندكم في الدار، حمدوا الله. الوالد شافني مدخل اللاحه بالتخبيه للدار، هو هاديك السيباري هاديك السيباري هاديك السيباري هاديك السيباري هاديك السيباري. والله الا قمه الفخر اصاحبي، قمه الفخر انك تكون اصاحبي شي كيلو د البندال ولا شي كيلو د الليبو ولا شي دلاحه، كتحس براسك مسؤول اصاحبي، عرفتي؟ والله الا زوينه المسؤوليه اصاحبي، واخا تكون داير العرس بمال اليتيم. شبكه مباشره من قلب مدينه المحمديه الزربيه والمنطقه ديال الكشمير، كانك في موسم مولاي عبد الله امغار. مشاهدينا الكرام، جايب معاه زربيه ديال الصالون. او ماي جاد اصاحبي، فين هاد البلاصه هادي؟ واحد عاصفه صاحبي، ترى القيطون هزاتو اصاحبي. وليتي كتبغيه اكثر من ميسي، الوغ كان ميسي عندك هو المفضل. سي فري، فحسيت فيه واحد الشيء مختلف، ما عمري ما شفت انا لاعبين كلهم. غوارديولا اللي طاح لك في بالك قابلته، هو عنده طاقه وعنده شخصيه وعنده طيبه وانسان بمعنى الكلمه. فغير شو الفرق بينه وبين ميسي كنتي عنده في الدار؟ ميسي في باريس، كنت في داره في باريس. ميسي زرته هو وعائلته، لانه صديق لاصدقاء ديالي، وكنا متواجدين عنده في الدار. كان فيري فريندلي، يعني كان طيب ومحترم، بس هو ماشي عنده اللغه بانك تهضري معاه وتدخلي معاه، غير كيشوفك وكيبتسم. يعني انا كنهضر فهمتيني. ميسي كيدوي مسكين هي بالصبليونيه، ميسي راه متيدويش بالونجلي، ميسي راه ما عندوش، مش ما عندوش، ما معلمش اللونجلي، فهمتيني؟ كيف راه مشهور دابا هو رونالدو ابار كوره. رونالدو واحد الانسان فهمتيني عظيم اصاحبي، بارك الله اصاحبي. شوف انسان نوعا ما مثالي. شتي دابا رونالدو كان مسلم صافي اصاحبي صافي، ولكن هو بزاف ديال الجوانب واعره بعيدا على كوره. يا ودي على الجاليه. هاديك السيباري هاديك السيباري
او الترى اللي عنده الخماش في العقل راه عنده الخماش في العقل. الشيء الانسان اللي الروح ديالو خايبه راه الروح ديالو خايب، ماشي حيت دوك الناس ربما هو تحت لهم الفرصه انهم يكونوا في ديك البلاد يعني هما راه واعرين وكذا، فهمتيني؟ اي بلاصه فيها الناس الزوينين وفيها الناس الخايبين، يعني هادشي ما كيعنيش بان الا مشى بنادم لبرا يعني هو راه واحد الانسان في شكل مثالي وكذا. ودابا المشكل ما عرفت شنو يديروا مع هذا خونا هذا دابا مسكين هذا اللي الحمد لله بعدا كاين هذا الفيديو يثبت ليه بانه دارت ليسانس وحزقات ليه الطوموبيل. بالسيف الشيء مرتك غادي تصبر لك على دوك التصرفات الطفوليه، ولكن ما تكثرش اخاي ديالي. ودابا السيده مسكينه مزوج بها خصك انك تكون انت انسان عاقل وقالت كدير مع هادشي. واخا صراحه ممكن ان يكون في هذا ممكن نكون انا بحال هكا. صراحه شو صاحبي قمه المتعه ديال انك تشد كتشيري في مرتك وهي حلاوه. مشيت نخطبها ولقيت امها كتهضر اكثر من باها. ودابا تخيل معايا يكون با واحد الانسان هو ربما حشومي وكذا، وما شويه فيها شويه الهضره وكذا، والبنت كتشوفها انسانه الله يعمرها سلعه وفهمتيني، وممكن انها تزيد بك درجه لقدام. دابا حيت ما كتهضر بزاف زعما. لكن صراحه في هاد الامور خاص الراجل اللي باش ما نبقاوش نلقاو تخريج. صراحه هاد الامور الراجل مع الرجال كيشدوا كيدويو وكذا. فهمتيني؟ اول مره نشوف مراه كتخسر نقاش بدون نقاش. خويا هذه راه ما حاله ما والو. واخا هكاك دابا انت عطاتك خاطرك انك تشد داكشي وتغلفو ودير فيه الماكله وتاكلو منين تحيد وكذا، وما عطاتكش خاطرك انك منين تاكل فيها وتغسل داكشي. مالك على هاد العكز هذا؟ اوه ماي جاد. البنات او ديك السرق الزيت اللي كيطير كتخافوا منه. حنا راه كنلعبوا معاه. عشان سردين امو غتدخل عليا البنات، غتدخل على البنات قتل امك. نعذبوا البنات دابا ولا شنو؟ بقات في الطيره وانت كطير والو ما تيجي دير والو. شنو دابا البنات ناخذ لكم حقكم. منقذ الفتيات ناضي يا اخي. تصفيقة حارة واعرة صاحبي. ايوا الصراحه والله الا سراق الزيت مظلوم عندنا في هذه الحياه. سراق الزيت واحد الانسان ما كيعض ما كيضرب ما كيدير، مجرد انه كيتمشى بحال هكا ما غيدير لك والو صاحبي. تخيل معايا هو مسكين ما كيدير والو بلا ما كيحملوش، ولكن الصراحه داك المنظر ديالو ما المهم الخوت. هادشي اللي كان عندنا في هذا الفيديو. نتمنى من الله انه يكون عجبكم، ضحكتوا استمتعتوا معنا واحد شويه. الا عجبكم الفيديو ما تنساوش تضربوا واحد لايك سبسكرايب، ما تنساوش دوزوا عندي الانستغرام ثم كنبارطاجي معكم ستوريات، كنبارطاجي معكم ريلات كتكون قريب ليا اكثر من هنايا. نحاولوا هذا الفيديو دا نوصلوا لواحد 1000 لايك. شكرا للناس اللي تابوناو معنا في هذه الاونه الاخيره، شكرا للناس اللي كيوصلوا للاخر ديال الفيديو. نحاولوا هذا الفيديو دا نوصلوا لواحد 1000 لايك. خليو معكم شي كومونتير زوين بحال وجهكم. ما نطولش عليكم، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.